طبعا اليوم ضغطت عائلتنا الأستاذ رشيد الرئيسي ونتيجة خلاص هذه الندوة بطبيعة الحال هي المناسبة ذكرى ميلاده معناها اليوم أمس بلغت 2 سنة من سنة عمره، لكن بطبيعة الحال الهدف هو سياسي ويأتي في إطار يعني مختلف الأنشطة اللي تقوم بها جبهة خلاص مع العائلات للتعريف معناها والتكلم عن القضايا السياسية التي تواجهها الأستاذ رشيد الغنوشي وغيره من المعتقلات والمعتقلين في السجن. هذه الندوة أتت بطبيعة الحال لكي تؤكد أن الاستهداف هو سياسي، أن الاستهداف هو للديمقراطية لمؤسسات الديمقراطية، وهذا اللي خلى يعني هذه الندوة تراوح المداخلات بين من تحدث عن شخص الغنوشي المفكر الذي يكتب الذي يحمل مشروعا يعني سياسيا وهو رئيس حزب سياسي، وبين رشيد الغنوشي رجل الدولة الذي يعني تولى رئاسة مؤسسة شرعية بطريقة شرعية في انتخابات شرعية. كان هذا المزيج يعني عرف بأن الشخص استهدف لعديد يعني الأسباب، وهيك علاش كانت هذه الندوة. شكرا لك أستاذة عايشة.